السلام عليكم كل متابعين القناة الأعزاء، يا رب تكونوا بخير. أنا عادل والي ودي قناة شوارع ومعالم اسكندرية. فيديو اليوم لكل متابع سألني لو حابب أشتري شقة في اسكندرية، شقة سكنية، أو أستثمر فلوسي في شقة سكنية، أشتري فين في اسكندرية وأسكن فين في اسكندرية. أنا النهاردة رشحت لكم منطقة المنظرة بحري. منطقة المنظرة بحري في شرق اسكندرية. منطقة المنظرة بحري تتبع حي المنتزه. احب اوضح لك ان المنظره مقسومه منظرتين: المنظره بحري، بحر السكه الحديد، والمنظره قبلي، قبلي السكه الحديد. يفصل ما بين المنظره بحري والمنظره قبلي شريط قطار ابو قير. المنظره بحري مباشره للبحر، والمنظره قبلي قبل البحر. المنظرة بحري ليها موقع استراتيجي رهيب جبار في اسكندرية. المنظرة بحري آه، بجوارها او بيفتح في المنظرة بحري اسوار جناين وحدائق المنتزه 370 فدان. المنظرة بحري فيها اشهر فنادق اسكندرية، شيراتون المنتزه. المنظرة بحري عبارة عن 3 شوارع رئيسيين: شارع البحر اللي هو شارع كورنيش، وشارع جمال عبد الناصر في الوسط، وشارع ملك حفني على القطر. 3 شوارع موجودين في المنظرة بحري. المنظرة بحري فيها أماكن أثرية، فيها طاحونة المنظرة، وفيها طاحونة المنتزه، طبعا طواحين أثرية من عصر محمد علي. المنظرة بحري في الصيف مش زحمه زي ميامي، زي شارع خالد وليد، زي سيدي بشر، زي محطه الرمل، زي المنشيه. لا، المنظره بحري في الصيف بتبقى اقل منطقه في اسكندريه فيها زحام في الصيف. المنظره بحري فيها شواطئ جميله جدا. المنظره بحري فيها شواطئ سياحيه. المنظره بحري فيها ممشى وممشى للتريض. المنظره بحري فيها اشهر محلات اسكندريه ومطاعم اسكندريه الموجوده في الانفوشي، وموجوده في راس التين، وموجوده في بحري، موجوده في المنظره. حسني مشويات سمك ومشويات موجوده في المنظره. الدوره سمك موجود في المنظره. حلويات، السردي كلاسيك، شهد الملكه، محلات الجيلاتي، عزه موجود في المنظره، مؤمن موجود في المنظره، مكرم موجود في المنظرة. آه المنظرة مليئة بالمحلات والكافيهات. طب لو انا عايز اتسوق بقى المعيشة في المنظرة ازاي؟ هقول لك يا سيدي، المنظرة فيها كل ما تحتاجه على مدار 24 ساعة. الاسواق بجوار، يعني الاسواق بقى الكبيرة في المنظرة قبلي، بينها وبين المنظرة بحري شارع او طريق القطر. في طبعا الاسواق بقى، الخضار والفاكهه والاسماك واللحمه والفراخ، كله موجود في المنظره قبلي. ولكن تكون في علمك، في المنظره بحري محلات ولكن مفيش اسواق، ولكن الاسواق موجوده في المنظره قبلي. مفيش فرق بين المنظره قبلي والمنظره بحري غير شارع واحد. طيب، المنظره بحري فيها ايه كمان؟ فيها مواصلاتها شغاله 24 ساعه. مفيش زحام في المنظرة بحري. ليه؟ لأن المنظرة بحري ما فيهاش هيئات حكومية. تمام، ما فيهاش مصالح حكومية كتير. ما فيهاش مثلا تأمينات، ما فيهاش معاش، ما فيهاش بنوك حكومية. فتلاقي الضغط كله على وسط اسكندرية، سيدي جابر، كليوباترا، محطة الرمل، كله موجود. الهيئات الحكومية كلها موجودة في وسط اسكندرية. فالمنظرة في الشتاء بتبقى تشبه كده الساحل كده او العجمي، فاضيه. شارع البحر تلاقي كل العماير كلها ضلمه مضلمه. ليه؟ معظم اللي شاريين في رقم واحد في المنظره غرب، بيأجروا الشقق في الصيف وبيقفلوها في الشتاء. بسم الله ما شاء الله، الشقق في المنظره في الكام شهر بتوع الصيف بيكفوها طول السنه. فاصحابها بيفضلوا اللي هم ما يأجروهاش في الشتاء. فكده بتلاقي الدنيا في الشتاء فاضيه خالص وما فيهاش اي حد. بعد المغرب كده تلاقي المنظره ما فيهاش غير أعداد قليلة أوي اللي ساكنين فيها بيتمشوا على البحر أو موجودين في الشوارع. المنظرة بحري بجوارها كمية شوارع رئيسية
رهيبة. يعني المنظرة بحري فيها شارع النجم المهندس طلعك على الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي، فيها شارع الملك أو طريق الملك طلعك على الطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي، فيها محور الإصلاح الجديد طلعك على محور المحمودية وطلعك على الطريق الدولي الساحلي، فيها طريق الطابية الجديد يطلعك على 45 طريق الدولي الساحلي، فيها جوامع شهيرة، فيها جوامع أثرية زي جامع في المنظرة البحري، جامع من العصر الخديوي، فيها مستشفيات، فيها عيادات، فيها ممرات. المنظرة بحري، أنا برشح لكم المنظرة بحري. فيها أماكن فاخرة، سكن فاخر على البحر، فيها أماكن متوسطة في شارع جمال عبد الناصر، فيها أماكن عادية جدا جدا مع احترامي للناس اللي ساكنين على شريط السكة الحديد. منظرة بحري فيها أجمل شواطئ اسكندرية. منظرة بحري فيها مدارس، فيها مدارس خاصة، فيها مدارس حكومية. المنظرة بحري ريحها جميلة، ريح المكان جميل، يتميز بأن معظم سكانه من العائلات المعروفة، وعائلات المنظرة بحري هم العائلات الموجودة في المنظرة قبلي، هم كبار العائلات اللي سكنت المنظرة من مئات السنين، من حتى قبل الخديوي ما يسكن في المنظرة. يا ريت ما تنسوش لو انتم اول مرة تتابعونا اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ما تنسوش تعملوا لايك من اسفل الفيديو. احنا قلنا ان المنظرة 3 شوارع رئيسية، طبعا شفنا شارع البحر ده الشارع التاني الرئيسي في المنظرة. احنا كده في بداية المنظرة مع نهاية العصافرة، شارع وهران، سيدي جمال. كده احنا دخلنا المنظرة شارع جمال عبد الناصر، في المنظرة بحر، في المنظرة جمال عبد الناصر، في المنظرة ملك حفظ. احنا كده في المنظرة جمال عبد الناصر، على شمال الصورة البحر، على يمين الصورة قطر ابو قير. شارع جمال عبد الناصر اللي احنا ماشيين فيه حاليا في المنظرة بحري رقم 2 في الفلوس، يعني المنطقة الفاخرة، السكن العالي في الفلوس، الشقة الأغلى على البحر، من البحر إلى هنا، إلى الشمال، إلى شمال الصورة. المرحلة الثانية من هنا لشارع القطر، شارع ملك حفني. تمام، يعني كل ما تقرب للقطر كل ما الاسعار تقل، كل ما تقرب للبحر كل ما الاسعار تزيد، كل ما تقرب للبحر بالشقه كل ما السعر يرتفع، كل ما تقرب للقطر كل ما السعر ينخفض. حاليا احنا في شارع جمال عبد الناصر، تاني شارع رئيسي في المنظره بحري. طبعا حسني، مشويات حسني على اليمين، شارع مردخ، ملوخيه، الجمل، موبيليات الاتكاوي، كله موجود هنا في المنظرة بحري. على الشمال في صابر، على الشمال في السردي، على اليمين في كلاسيك شهد الملكة، كله موجود. الفلاح قدام موجود في المنظرة. المنظرة زي ما قلت لكم في جمال عبد الناصر السعر بيقل كل ما تدخل يمين، سعر الشقق بيقل كل ما تدخل يمين الصورة إلى أن تصل إلى شريط القطر. تاخد شمال الصورة السعر بيزيد إلى أن تصل للبحر رقم 1، أفخم وأرقى مكان في المنظرة بحري. المنظرة بحري فيها برضو ميزة إن المقاولين، يعني مثلا ممكن تلاقي مقاول ليه في المنظرة بحري هيقعد نص مثلا 35 برج، هتلاقي كده في المنظرة. كده داخلين على جامع المنظرة البحري، جامع أثري، وداخلين على الدورة، وداخلين على فتح الله، وداخلين على أسوار المنتزه. ده تالت شارع في المنظرة، والشارع الأخير منظرة بحري، شارع ملك حفني بحري، لأن فيه على شمال الصورة ملك حفني قبلي. السور اللي على الشمال الأصفر ده سور قطر أبو قير، ده الفيصل ما بين المنظرة بحري والمنظرة قبلي. احنا كده في نهاية المنظرة بحري. أرخص مكان في المنظرة الشارع ملك حفني اللي انتوا شايفينه، علشان هو نهاية المنظرة بحري مع المنظرة قبلي وقريب من القطار. شارع ملك حفني في المنظرة بحري. أمامك بقى كده على الشمال المنظرة قبلي وأسواق المنظرة قبلي، شارع الميداوي، شارع محمد عطية، اللوكاندا، سيد حسين، كله موجود في المنظرة قبلي. أسواق
خدمات، كله موجود في المنظرة. رجعنا للشارع البحر. طبعا شارع البحر في المنظرة بحري هو أغلى مكان في المنظرة. الشقق غالية طبعا. انا مش حابب اتكلم على اسعار بالظبط، ولكن كل شقه وليها مواصفاتها، كل مكان وليه مواصفاته. اهم حاجه تاخد بالك ان لازم يكون الشقه مرخصه، يكون العماره مرخصه. ممكن يكون العمارة مرخصة مثلا 5 أدوار وأنت دورك السابع، لأ، خليك في الأدوار المرخصة علشان تبعد عن القلق. يكون في رخصة مباني، يكون في كل حاجة تمام. تبص على المساحة الموجودة في الشقة في العقد تكون هي نفس المساحة اللي موجودة في الشقة. تقيس الشقة، لأن في مقاولين بيعملوا تحمل جامد أو سحب الشقة. يكون مكتوب في العقد 200 متر تلاقيها 175، بيتحمل عليك كتير. تتأكد برضه إن يكون ليك حصة في الأرض. تأكد إن الأرض مش ما عليهاش نزاع، أرض العمارة ما عليهاش نزاع قضائي الورثة. كل ده لازم تاخد بالك منه وأنت بتشتري الشقة في المنظرة أو في أي مكان في اسكندرية. إحنا حاليا في المنظرة بحري، ده شارع البحر، شارع الكورنيش، شارع الجيش. المنظرة مكان جميل جدا، مكان هادي، مكان أنا بقول عليه مكان استراتيجي جبار. المكان اللي انتوا شايفينه ده صيف وشتاء بسم الله ما شاء الله ما فيهوش زحمه. لا في زحمه ولا في زحام ولا في هيئات حكوميه ولا في اي حاجه. مكان جميل صيف وشتاء. اديكم برضو كده جوله كده للشوارع الجانبيه، لمحه بسيطه كده للشوارع الجانبيه على البحر. احنا كده امامنا اسوار المنتزه وحدائق المنتزه. بص كده، دي الشوارع الجانبيه. في شوارع واسعه وفي شوارع ضيقه. هي ابراج عاليه طبعا. كل ده كان رمله وكان بيوت قديمه اتهدت وطلعت الابراج العاليه اللي معظمها 99% بيتأجر في الصيف للمصيف. 99%. عشان كده لو انت جيت مشيت بالليل في المنظرة هتلاقي معظم العماير ضلمة والشارع ضلمة. ليه؟ بيكون موجود في الصيف. اصحابها بيأجروهم في الصيف والشتاء بيبقوا فاضيين، لان بسم الله ما شاء الله فلوس الصيف بتكون كويسة فبتغطي السنة كلها. فانت لو عاوز تستثمر فلوسك تعالى المنظرة، اشتري شقة سكنية واستثمر فلوسك او اسكن في المنظرة. احنا كده ده نهاية المنظرة بحري. النفق الكوبري ده كوبري المنظرة، يطلعك على المنظرة قبلي، شارع النبوي المهندس، وشمال المعمورة الشاطئ. احنا كده في نهاية المنظرة بحري مع المنظرة قبلي. على اليمين في مساكن الشيراتون المنتزه وفتح الله. على الشمال في أسوار المنتزه وجناين المنتزه. أتمنى من الله يكونوا أمتعناكم بمعلومات، بمناظر حلوة، بمنطقة جميلة. أشوفكم إن شاء الله في منطقة أخرى بإذن الله.